هو مين اللي غني اكتر؟ لعيبه الكوره والممثلين والمغنيين ولا رجال الاعمال؟ ما تيجي نعمل حسبه بسيطه كده وتشوف وانت هتحكم بنفسك مين اللي غني اكتر. لو جيت بصيت هتلاقي اغنى لاعب في العالم دلوقتي هو كريستيانو رونالدو، ثروته تقريبا داخله على المليار، هو 700 مليون بس يعني نقول دلوقتي مليار. طب لو جيت بصيت على اغنى رجل اعمال في العالم دلوقتي هتلاقي ثروته 195 مليار دولار. ده على فكره مش ايلون ماسك ولا مارك زيكربيرج، ده واحد اسمه برنر ارنو، 195 مليار دولار. يعني اغنى لاعب معاه مليار واغنى رجل اعمال معاه 195 مليار. ما تيجي نسيبنا من الاجانب ومن الغرب ونشوف الوضع عندنا عامل ازاي. لو جيت بصيت هتلاقي ان الهضبه والزعيم ومحمد صلاح واحلام ثروه كل دول مجمعين بالظبط حوالي 180 مليون دولار. طب لو جيت بصيت قصادهم على رجل الاعمال نجيب ساويرس 5 مليار او نصيف ساويرس 5 مليار، ورجال اقل رجل اعمال في مصر من التقال معاه 2 مليار، يعني تقريبا عشرات الاضعاف بتاعه الممثلين والمغنيين. طب السر فين؟ وليه ده بيحصل؟ الفرق بمنتهى البساطه ان المغني والفنان والممثل هو بيكسب من موهبته، يعني لازم يطلع ويغني عشان يكسب، لازم يطلع ويصور فيديو او فيلم او مسلسل عشان يكسب. انما رجل الاعمال عنده سيستم، يعني عنده نظام عمل بيقدر ينتج له سواء هو موجود او مش موجود. عشان كده رجال الاعمال بيستعينوا بالفنانين والممثلين واحيانا لعيبه الكوره في الاعلانات بتاعتهم. فتخيل ان المغني والفنان والممثل بيكسب من مكاسب رجل الاعمال الكبيره، وبيكون جزء لا يتعدى 2 او 2.5% من ثروته اللي هي متمثله بالحملات التسويقيه. ليه بقول لك الكلام ده؟ لان شباب كتير جدا 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 عايشين في هوس ان هو يطلع لعيب كوره او يطلع مغني او يطلع فنان. فانا هقول له لا يا مان، ده رجال الاعمال هم اللي معاهم معظم الاموال، فعايز المال اللي بجد خليك مع رجال الاعمال. تعلم بزنس، تعلم اداره، وتعلم تسويق، وتعلم بيع، واعمل مشروع واثنين وثلاثه، وقع وقوم وقع وقوم لحد ما توصل ان انت بتستعين بالممثل والفنان ولاعيب الكوره عشان يعملوا لك اعلان يسوق لك لشركتك يكسبك مليارات تديهم مليون او 2. بعد الكلام ده تفتكر مين اللي بيكسب اكتر؟ الفنان والمغني والممثل ولا رجال الاعمال؟